Hello, grade 4. Are you ready to our lesson today? يلا يا أبطال هنبدأ مع بعض النهاردة lesson 3 في concept 2 جاي ويقول لي how the nervous system works. هتقول لي يا ميس مش احنا لسه واخدين النيرفس سيستم في lesson 2 وفهمنا ازاي ان هو work together. بس النهارده هناخد اكزامبل كده لذيذ شويه وهناخد كام بوينتس كده مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم. فيلا بينا اسمع معايا كده. بيقول لي functions of the nervous system. يا ترى بقى ايه هي ادوار وايه هي وظائف النيرفس سيستم؟ هيعملها ازاي بقى ان شاء الله؟ قالك number 1 it gathers information through the sensory organs. مبدئيا كده الجسم ده هيقدر يجمع المعلومات اللي بتحصل حواليه من خلال ان السنسوري organs. يا ترى مين هما السنسوري organs؟ هي زي الايز والايرز والسكن والنوز والتانج، كل دول sensory organs بيجمع معلومات من حوالين الجسم ده. وايه كمان؟ هل السنسوري organs دول كان processes can translate this information? No. This sensory organs receive information only and send this information for brain. Brain can translate this information and do action. بص كده it translates this information through the brain. ومين بقى اللي هيترجم المعلومات دي وهيفهمها؟ هو البرين، القرشانة ده. طيب وبعد ما البرين فهم وبعد ما ترجم ايه اللي هيحصل بعد كده؟ قالك بعد كده البرين بقى هيعمل ريسبونس، هيعمل استجابة مناسبة للموقف اللي الجسم ده موجود فيه. يبقى بيقول لي brain tells the body what to do according to this information. وساعتها البرين بقى هيعرفني ازاي استجيب للمعلومات اللي احنا استقبلناها دي. اوكي، زي مثلا for example تعالى هنا بيقول لي هنا عندي ولد واقف تحت الشجرة وفي فوق راسه عصفورة. اوكي ماشي، يلا احنا كنا ما نعرفش ان في عصفورة وهو واقف عادي يعني. المهم بيقول لي when the ears pick up sound waves coming from a chirping bird. يعني ايه؟ بيقول لي لما الولد ده واقف كده اهو وودانه لقطت الصوت، سمعت صوت زي العصفورة دي او ان هي بتصوصو كده. طب هل يا ترى بقى الايرز فهمت حاجة؟ قالك ابدا، الايرز دي واحدة من ضمن السنسوري اورجنز اللي عملت ايه؟ بيج ساوند، يعني يعني هي تعتبر receive information بس كده. وبعدين الانفورميشن اللي الايرز لقطتها وجمعتها دي هتروح موصلاها لمين؟ للبرين اللي بيفهم. فبيقول لي the nerves in the ears send a message to the brain which translates these sound waves. أنا عندي البرين عمل إيه؟ translate يعني بدأ يفهم، يعمل processes، يشوف بقى كده زي ما بتقولوا إيه، يمخمخ، يقعد يعمل العمليات بتاعته علشان يفهم إيه السيجنال اللي وصلت له دي. وبعد ما البرين فهم بس كده بقى جه الدور ان البرين يعمل ريسبونس. يعني ايه؟ يعني يستجيب ويسند مسج للاورجنز بايد، يعني البرين يبعت اشاره بقى للاورجنز اعضائي علشان اتصرف مع الموقف ده. طبعا ده حاجه كويسه يعني ما فيهاش اي خطر علينا. Then the brain sends message to the body about what to do. يجي بقى البرين خلاص فهم،
خلاص برافو يا برين، انت فهمت. طب يلا بقى اعمل لنا اي ريسبونس، اعمل اي استجابة. فيبقى البرين send message to the body، يبدأ البرين يبعت مسج لجسمي يقول له يلا لف راسك ناحية صوت العصفورة اللي واقفة عندك فوق الشجرة. you turn to look for the bird on a tree. فعلا تلاقي الولد رفع راسه كده ناحية الشمال، الله عصفورة. صح ولا لأ؟ هو الولد هل مثلا الإيرز هي لما receive للمسج can processes can translate this information؟ no، الإيرز دي بس مجرد receive information، بس استقبلت المعلومة. عاملة زي كده مثلا، والكامباني الشركة بيكون فيها سيكيورتي. السيكيورتي ده هل ده اللي بيقعد مع العملاء والموظفين او بيقعد مع الضيوف اللي بتيجي للشركة؟ لا، هو مجرد بس بيستقبلهم خلاص. لكن مين بقى اللي هيقعد معاهم؟ هو المانجر اللي هو شبهه في جسمنا، هو البرين المدير بتاع جسمنا. اوكي، طيب كده احنا خلصنا الاكزامبل على النيرفس سيستم، وازاي النيرفس سيستم ده بيقدر ان هو يساعد جسمنا ان احنا كونكت وذ ذا انفايرمنت، ان احنا نقدر ان احنا نتواصل مع البيئة اللي حوالينا، ونقدر ان احنا نستجيب ليها. بيقول لك كمان في حاجات ساعات بتبقى مضطر ان انت تستجيب لها بسرعة جدا. ففي ساعات يعني زي ما تقولوا كده ايه، اول لما ايدي بتلمس حاجة سخنة بسحب ايدي بسرعة جدا. طب ازاي السحبة دي بتبقى بسرعة قوي كده؟ التصرف ده بيكون أسرع من أي استجابة تانية. ليه؟ احنا عارفين طبعا ان السنسوري ريسبتورز هي اللي هتعمل ريسيف للمسج، وبعدين توصل بالنيرفس للايه، للسباينال كورد، وبعدين المفروض للبرين. بس قالك لا، هنا بقى في الرفلكسز، يعني في رد الفعل السريع لما تكون في خطر شديد جدا وعايز تتصرف بسرعة جدا، المسج مجرد توصل للسباينال كود، السباينال كود هيستجيب بسرعة، مش هيستنى يوصل للبرين عشان يعمل استجابة. فهيبدأ يبعت لك إشارة بسرعة، اسحب ايدك هتتحرق، ايدك هتضيع. خلاص، يبقى some messages called reflexes. السنتنس دي الوورد دي مهمة جدا، لازم تاخد بالك منها. reflexes يقول لي reflexes are so fast that you can't really realize it. يعني هي بتكون سريعة جدا، انت لسه مش هتبقى عارف لو ايه، انت ملحقش تدرك اللي بيحصل ايه، بس هي سخن، لحقت ايدك بسرعة، سحبتها جدا. صح ولا لأ؟ ليه؟ انت لو فضلت سايب ايدك دي كده عقبال ما البرين يفهم ويترانسليت ويبعت لك مسج ان انت تسحب ايدك، هتكون ايدك دي مش اتحرقت، دي ايدك دي هيبقى جلدك مثلا بدأ يعني يتاكل، يتحرق حرق كبير جدا، فطبعا هيكون اذى بالنسبه لك. المفروض النيرفس سيستم ده بيساعدك ان انت تنقذ نفسك في المواقف اللي هي الخطر دي، وان انت تقدر تحميه من المخاطر. يعني النيرفس سيستم ده بيساعد الجسم ان هو يحميه من المخاطر، ان هو يستجيب للحاجات اللي بتحصل حواليه بسرعة. تمام. ليه؟ لو فكرت كده، لو الاستجابات اللي بتحصل دي بتحصل بس بالراحة او ببطء اكتر من كده، فطبعا هيكون يعني الانسان ده او الكائن الحي ده حصل اللي حصل معاه وبعدين يستجيب بعديها، هتفيد بايه؟ عامل زي ايه اللي عنده اكزام وذاكر بعد الاكزام مش قبليه، فاهماني؟ سو يبقى اللي بيحصل الرفلكسز دي، الرفلكس بيكون هو so fast that you can't really release it, such as زي ايه مثلا moving your hand away from touching a very hot cup of tea. يعني ماما حاطه مثلا كوبايه شاي سخنه وانا ما كنتش اعرف، مسكتها
لقيتها ايه سخنة، رحت سحبت ايدي على طول اول لما لمستها، كانت سريعة جدا. دي بيتقال عليها ريفلكسز، يعني رد الفعل السريع. وزي ما قلت لك كده بيني وبينك ان المسج هتوصل للسباينال كود، والسباينال كود هو اللي هياخد الموقف بسرعة، مش هيستنى يرجع للبرين. بسرعة بسرعة نلحق ايه الانسان ده قبل ما ايه جلده يسيح. اوكي، يلا نمبر 2 بيقول لي كمان في other messages بتكون automatic، يعني كده انا without thinking without control، انا ما بتحكمش فيها. تقول لي ايه ده، ايه اللي انت مش بتحكمي فيه ده؟ اقول لك زي مثلا البريزنج، زي مثلا هارت بيتس، ضربات قلبي، صح ولا لأ؟ هل دول احنا بنتحكم فيهم؟ دول الايه automatic. يقول لي other messages are sent from and to brain automatically like the signal to breathe. اوكي، يبقى في مسجز كده بتكون اوتوماتيك من البرين، تخرج من البرين اوتوماتيكلي من غير اي كنترول مني، هي اوتوماتيك، هي شغاله. ان انا اتنفس دي حاجه اوتوماتيك، ما فيهاش اي كنترول مني خالص. اوكي، طيب بيقول لي كمان من الكلام كل اللي احنا اتكلمناه ده من خلال حتى من lesson 2 لحد النهارده، فبيقول لي we conclude that the parts of the nervous system work together. خد بالك كلمة work together يعني يشتغلوا مع بعض، البرين والسباينال كود والنيرفس كلهم work together not separately. كلمة separately دي هتشوفها في ال put true or false في الحل بتاعك. سيبريتلي معناها معزول او منفصل، وطبعا الكلام ده غلط. مفيش اي حاجه في جسمي بتكون سيبريتلي منفصله او معزوله. خلاص، يبقى the brain, spinal cord, nervous, all of these work together. اوكي، the sense the sense the environment by sensory organs. كمان احنا بنشعر بالحاجات اللي بتحصل حوالينا في البيئة من خلال السنسوري organs. مين هما السنسوري organs؟ هما الفايف، يلا قولهم معايا، برافو، الحق يلا بسرعة. eyes, nose, ears, tongue, skin، كل دول هما الايه السنسوري organs. هنا الماوث قصده بيها اللي هي يعني tongue اللي بيكون جواه. كمان بيقول لي process the information to decide the best action by brain. بس شايفه قايل لك ايه؟ process اللي قعد يحلل ويتكتك ويفهم ويعمل translate. مين هو؟ the brain، المخ. كمان will send messages to the body parts by nervous to react to this information. يعني لما بيحصل ان احنا بنبعت المسجات لاجزاء جسمنا عن طريق مين؟ عن طريق النيرفس. ليه؟ علشان يبدأ ان هو يرياكت to this information، يبدأ يتفاعل ويعمل رياكشن كده مع الايه الانفورميشن، المعلومة اللي هو استقبلها دي. كمان بيقول لي without all of the parts of the nervous system the person might not receive or send or react to the environment. تخيل معايا كده ان ال parts of the nervous system absent مش موجودين. يعني مثلا البرين، السبينال كود والنيرفس، تخيل مش كلهم مش موجودين، واحد منهم مش موجود، هيحصل ايه؟ هبقى انسان او كائن حي معزول عن العالم، ولا عارف اريسيف للمسج، ولا حتى ريسبوند، ولا بستقبل حاجة ولا معلومة، ولا بفهم اي حاجة، ولا حتى بعمل استجابة. ده انا هيبقى عامل انا زي النون ليفينج things بالظبط، صح ولا لا؟ فهو فعلا قال لي the person might not receive، مش هيستقبل، not not send، وكمان مش هيبعت حاجة ويعمل حاجة، not react، وكمان مش هيتفاعل كده مع الانفايرومنت اللي هو عايش فيها. خلاص، يبقى طبعا النيرفس سيستم ده حاجة مهمة جدا جوه جسم الايه الكائن الحي، وبالاخص هو الهيومن. اوكي، بكده نكون خلصنا lesson 3. lesson سهل ولذيذ خالص، عايزاك تذاكره كويس قوي وتاخد كويس بقى بالك قوي من كلمة reflexes اللي هي معناها رد الفعل السريع. اوكي، شوفك ان شاء الله على خير السيشن الجاية، وباي باي.